نحن ما أعزنا الله جل وعلا بأموال طائلة ولا بجيوش جرارة ولا بتفوق في الصناعة. صحيح. نحن إنما نعتز بالعقيدة وصفائها والأخلاق وصيانتها والشريعة وتحكيمها وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإجلالها والترضي عن الصحابة وحبهم. يجب أن يكون هذا سمت للجميع من كبار وصغار، وولاة أمرنا إنما ورثوا شرفا عظيما يصدق فيهم قال زهير بن أبي سلمى: وما كان من فضل أتاه فإنما تورثه آباء آبائهم قبل. فهم ولله الحمد أبناء أنصار الشريعة، اللهم لك، ومورثهم ابن أنصار الشريعة، ومورثوه كذلك. إنما هي مواطن شرف ومواقف عز الله أكبر، ومجالة خيرة. أسأل الله جل وعلا أن يحقق فيها لهذه البلاد خاصة وللأمة الإسلامية عامة.